يتحرك القائد السابق للمنتخب المغربي مهدي بن عطية من أجل تغيير وجهة نيف أكرد من الدوري السعودي إلى البقاء في أوروبا. وتلقى أكرد في الآونة الأخيرة عروضا مغرية من الدوري السعودي تسيل لعابة حتى مسؤولي نادي ويست هام الإنجليزي الراغبين في بيع لاعبهم المغربي الصيف القادم. وتشير مصادرنا أن ابن عطية اقترح على أكرد الانتقال للدوري الفرنسي عبر بوابة مارسيليا الفرنسي الذي يبحث عن لاعب مجرب يقود دفاع ممثل الجنوب الفرنسي في الاستحقاقات القادمة. وحسب مصادر نفسها فإن استمرار أكرد في وست هام أمر مستبعد، إذ بات في شبه المؤكد أن يغادر النادي في مرحلة الانتقالات الصيفية القادمة بحثا عن وجهة جديدة. ويحمل أكرد قميص وست هام منذ يوليوز 2022 وفق عقد ممتد إلى غاية يونيو 2027، في حين تبلغ قيمته التسويقية ما يقارب 38 مليون يورو. ويلقى مارسيليا منافسة شرسة مع ناد سعودي يرغب في انتداب أكرد، وهو الاتفاق الذي يقترب من تعاقد مع البرتغالي جوزي مورينيو وأسماء أخرى تجعله نادي كبير في السعودية.